حرام النادي الاهلي، حرام النادي الاهلي يخسر بطوله الدوري بهذا الشكل وانت عندك كواليتي لعيبه مرعب. هل اللعيبه في خلال 4 5 ايام تحولت؟ هل لعيبه النادي الاهلي دي اللي كانت بتلعب قدام بيراميدز؟ مستحيل، مستحيل تحسسني او تعرفني ان دول اللي كانوا بيلعبوا الماتش اللي فات او طول السيزون. الشوط الاول امام نادي الزمالك هو اعظم شوط للنادي الاهلي في هذا السنه، شوط في كل حاجه. النادي الاهلي اللعيبه عندها روح، اللعيبه بتضغط، اللعيبه بتلعب حرفيا لاول شوط في السيزون كله بتلعب بروح. الفانله الحمراء بتضغط بكل ارضيه الملعب، بتعرف تستغل الاخطاء، ضغطه ناحيه اليمين والشمال والوينجات، وطاهر بيدافع وحسين بيدافع وتريزيجيه بيدافع، وكل حاجه اللعيبه بتعملها صح. حرفيا والله حرام انك تخسر بطوله الدوري وانت كسبان الفريق اللي هو منافس على البطوله. حرام ان انت تخسر تتعادل امام سيراميكا، وحرام انك تخسر من بيراميدز، وانك ممكن تدي الدوري البيراميدز بعد ان شاء الله نفوز على نادي الزمالك. انا هنا ما فيش حاجه اسمها محايده يا صديقي. انا لما باجي اتكلم على فريق المنافس النهارده على نادي الزمالك لازم اكون اهلاوي مليون في المية. ما تقوليش دي مباراه. واتمنى ان النادي الاهلي يحافظ على ده في الشوط الاول، واتمنى ان النادي الاهلي يكمل بده، وباذن الله هكمل لكم. هنتقابل بعد مباراه نادي الزمالك وان شاء الله نفرح كلنا. هنفرح بخساره الدوري ايوه، ولكن افرح باللي انت عملته معايا في خلال اسبوع، وعمال تقول لي يا ابو ثلاثه يا ابو ثلاثه. باذن نقدر نجيب فيك الثالث في الشوط الثاني، ونقدر نجيب فيك الرابع كمان، وان شاء الله تبقى ليله حمراء وتبقى ليله رد على المستبد باذن الله. النادي الاهلي حرام الاحساس والشعور كلنا، ما حدش يقدر يفقد الثقه في النادي الاهلي، ولكن الشعور بالقلق اكيد موجود، لان انت بتلعب قدام فريق كبير زي نادي الزمالك. باذن الله نتقابل واكمل لكم ان شاء الله الفيديو بعد الشوط الثاني. ينتهي مباراة الأهلي والزمالك ب3. يا أبو 3 صار الليل، يا أبو 3 يا أبو 3 صار الليل، يا أبو 3. لازم تفرح كأهلاوي، خد حقك. أنت عايش سيزون كامل بدون أي حاجة تفرحك. افرح على نادي الزمالك، النادي اللي هو متصدر الدوري. ممكن بفوزك على نادي الزمالك تخسروا بطولة الدوري المصري، وانا من حقي افرح ومن حقي اغني واقول لك يا ابو 3 يا ابو 3، علشان انت النهارده عرفت حجمك الطبيعي. شفت الفيران لازم تخش حجرها، الفيران لازم تخش حجرها. النادي الاهلي النهارده ولاعيبه النادي الاهلي علموه على لعيبه نادي الزمالك. لعيبه الزمالك النهارده ما شافتش الملعب، وكانت اون سبورت بتقول لك الاستحواذ 55% مقابل 45%. ازاي ده عندها يا حبيبي. النادي الاهلي النهارده عمل كل حاجه حلوه. النادي الاهلي النهارده متعنا وحسسنا بالامل تاني، ورجعنا وعرفنا ان النادي الاهلي لا يمرض ولا يموت. النادي الاهلي هيفضل التوب، هيفضل ملك القاره، هيفضل ملك افريقيا. كل الناس اللي قللت من النادي الاهلي تعالوا شوفوا الاهلي عمل ايه قدامكم، وتعالوا لي. انا بقول لكل واحد اهلاوي عنده اكونت على اي ابلكيشن تواصل اجتماعي، افرح واتبسط وغني يا ابو 3. لما تغني يا ابو 3 على الزمالك تبقى فرحتها من القلب، مش هم يفرحوا من اجل بيراميدز. اللي بيراميدز باذن الله هنيمهم كلهم عياطين وهياخدوا منهم الدوري. افرح كاهلاوي، افرح ان انت في ارضيه الملعب علمت عليهم ب3، ومش عارف ضربه الجزاء بتاع نادي الزمالك دي ضربه الجزاء ازاي. احنا بنجيب الحكام وبندي لها فلوس علشان تحكم ضدنا، مش معقوله يا جماعه. بس انا النهارده من حق كل اهلاوي افرح وغني. عايز تقول ابو 3، عايز تقول عامل فيها بطل، عايز تقول اللي انت عايز قول. ان نادي الزمالك الحقيقه النهارده ما حضرش، الاهلي النهارده هو اللي حضر. النادي الاهلي النهارده هو اللي لعب برجوله. النادي الاهلي النهارده اللي كان مسيطر على كل المباريات. النادي الاهلي النهارده اللي كان الاحسن في ارضيه الملعب. جمهور النادي الاهلي النهارده كان وحش. جمهور النادي الاهلي النهارده الواحد كان بمليون في المدرج. شوفوا الدعم وشوفوا الجمهور. الجمهور دول انا لازم اديلهم تعظيم سلام حرفيا. جمهور النادي الاهلي اللي راحوا وشجعوا ودعموا النادي الاهلي، والنادي الاهلي
في اسوأ سنينه، واللعيبه واقعه بدنيا ونفسيا وكل الناس عارفه ده. واحد من الناس ما كنتش متوقع البدايه دي، وما كنتش متوقع ان النادي الاهلي يكسب الزمالك 3، وكنا نقدر نكسب الزمالك 4 و5 صدقوني، بس النادي الاهلي قال لك كفايه عليهم كده. النادي الاهلي النهارده داس على وش لعيبه نادي الزمالك، عرفهم قيمته. لعيبه نادي الزمالك النهارده ما كانتش موجوده، عشان تعرف ان انت اهلي، انت ملك اللعبه، انت قفلت اللعبه، بس هم بيحاولوا يوقعوك، بيحاولوا ينتقدوك في القنوات وفي الاعلام وفي كل المنصات، بيحاولوا يوقعوا النادي الاهلي. النادي الاهلي يا جماعه نادي كبير، يا سيبك مني انا متعصب او حماسي، انت مالك؟ انت ده شيء ما يخصكش. انا راجل بحب الكوره، انا راجل عايش سيزون مع النادي الاهلي عمري ما عشته. اعصاب، عدم القابليه ان انت تصور او ان انت تتفرج، ده احساس صعب. انا كاهلي متعود ان انا دايما اكسب وان انا اجيب بطولات. انا النهارده النادي الاهلي عوضني كل ده، وتعالى النهارده اوعى تخلي اي حد ينول من لعيبه النادي الاهلي. تعالى شوف النهارده، سواء امام، سواء بن شرقي، سواء تريزيجيه اللي ضيع ضربه الجزاء، سواء زيزو، اللعيبه دي ليها تقل في الملعب يا جماعه. النهارده يا جماعه الناس دي ما عندهاش رجل واحده من اللعيبه اللي عندنا، بيحاولوا يوقعوك نفسي علشان هم مش قادرينك في ارضيه الملعب. ولكن الحقيقه ان لكل الناس لازم تفرح، كل الناس من حقها تتبسط، وانا كاهلاوي من حقي اتبسط، ومن حقي اقول لك يا ابو ثلاثه، يا ابو ثلاثه، يا ابو ثلاثه، الكبسه يا ابو ثلاثه، البطيخ يا ابو ثلاثه. انت النهارده انا دوست على وشك بالثلاثه يا حبيبي. ما افرح، كل اهلاوي اتبسط. مبروك للنادي الاهلي ومبروك للاعيبه النادي الاهلي، ومش مبروك لسروب، لان الراجل ده رصيده لا يسمح الحقيقه، وانا مش متقبل من قلبي ان انا اقول له يا سروب ان انت عملت ماتش كويس. ولكن اللي اشكر اللعيبه النهارده اللي كانوا رجاله، اللعيبه اللي كانوا بيتحملوا كل المسؤوليه من اول السيزون لاخر السيزون، اللعيبه اللي كانت الناس بتتعدى حدودها وبتغلط فيهم من حزنهم على الفريق وحزنهم على اداره النادي الاهلي. ولكن النهارده ان شاء الله تكون بدايه كويسه جدا للسيزون اللي جاي، ولاعيبه النادي الاهلي تقدر، ولاعيبه النادي ااهلي رجاله، ومبروك على جمهور النادي الاهلي العظيم. ونقابلكم في ثلاثيه جديده امام نادي الزمالك. يا ابو ثلاثه، يا ابو ثلاثه، مبروك علينا، ويدوم علينا الفرحه امامك يا غريمي.